أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند إعلان الوزارة المعنية بإدارة الأقاليم في مالي أن الحكومة الانتقالية في البلاد رفعت دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة جارتها بالعدوان بسبب إسقاط طائرة مسيرة عسكرية على حدودهما الصحراوية المشتركة، كانت في مهمة استطلاع في ليل 31 من آذار مارس والأول من نيسان أبريل الماضيين. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة الدكتور حسام حمزة، أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للعلوم السياسية في الجزائر. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك أستاذ الدكتور على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا أستاذ حكيم، تحية ليك، تحية للضيف الكريم من باماكو، تحية لكل المشاهدين. مرحبا بك وبضيفي فعلا من باماكو سيد محمد ويس المهري، الكاتب الصحفي والباحث المختص في قضايا الساحل الإفريقي. سيد محمد ويس المهري، أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين وضيفك الكريم من الجزائر. مرحبا، كل الترحيب بكما. أبدأ بهذه الدعوة القضائية وأطرح عليك السؤال أولا دكتور حسام حمزة، ما تعليقك أنت على هذه الدعوة التي رفعتها مالي ضد الجزائر بعد إسقاط مسيرتها العسكرية وعلى خيار باماكو مقاضاة الجزائر أمام محكمة العدل الدولي؟ أعتبر بأنه فعل من شأنه أن يؤزم الوضع أكثر دبلوماسيا بين البلدين، لأن اللجوء إلى مثل هذه الممارسات هو دليل على أن التواصل بين العاصمتين موقف، وبأن الخيار المطروح بالنسبة لباماكو على الأقل هو خيار التصعيد لا خيار التهدئة التي يحتاجها الوضع في منطقة الساحل. أقرأه أيضا أنه من الناحية السياسية وفي هذا التوقيت تحديدا الذي يعاني فيه النظام الانقلابي في باماكو من عدة أزمات، وأيضا من فشل في مواجهة التهديدات الإرهابية التي ما فتئت تتصاعد في المناطق الشمالية، على أنه لفت للانتباه ومحاولة لترميم شرعيته المتآكلة عن طريق توجيه الرأي العام المالي نحو اختلاق أو نحو هذه الأزمات المختلقة. لأنه عندما نتحدث عن البيان في حد ذاته هو الذي قال بأن الجزائر لم تقدم الأدلة الكافية عن اختراق المسيرة للأجواء الجزائرية، سنجد بأنه هو في حد ذاته، بمعنى الطرف الذي يدعي بأن الطرف الآخر لم يقدم أدلة هو أيضا لم يقدم أدلة بأن الطائرة المسيرة لم تدخل إلى الأراضي الجزائرية، مع أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية في أبريل الماضي سنأتي على هذا الأمر، ولكن التقاضي أن تذهب مالي إلى هذه المحكمة، إلى هذا التحكيم الدولي، كيف تقرأه أنت؟ أعتقد بأنه هو دليل على أنه ليس لمالي خيار آخر، بأنه أنا أعتقد بأنه هذا قرار سيادي بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية، ولكن هو دليل على أنه ليس هناك طريقة أخرى للتسوية. والحديث عن أنه الجزائر أو عن أن مالي قوية بالخطاب الذي نسمعه كثيرا في باماكو، في اعتقادي هو خطاب فارغ، خطاب لا. عندما نرى مثل هذه السلوكات نكتشف بأنه في الأخير لا يمكن لمالي أن تفعل أي شيء. إلى غاية الآن هي أيضا كما قلت لم تقدم الأدلة، سننظر رد الجزائر وسننظر الأدلة طبعا، لأنه لحظة المواجهة في المحكمة هناك سنرى من لديه الأدلة ومن يستطيع أن يدافع عنه. طيب، وأود أن أسأل السيد محمد ويس المهري، الكاتب الصحفي والباحث المختص في قضايا الساحل الإفريقي، لماذا لجأت مالي إلى هذا الخيار الذي يصفه البعض بأنه خيار التصعيد الدولي؟ وهل ثمة فعلا ما يبرر هذه الدعوة التي ترفعها أمام محكمة العدل الدولية؟ نعم، أنا في البداية يجب أن أؤكد على نقطة، يعني مع احترامي للضيف العزيز من الجزائر يجب أن نبتعد عن المصطلحات الاستفزازية مثل النظام الانقلابي والشرعية. الشرعية يعطيها الشعب المالي، والأنظمة الانقلابية والعسكرية المنطقة كلها تحكمها أنظمة عسكرية، وحديث عن الشرعية والانقلابات هو حديث خشبي. يعني يجب أن نبتعد عن هذه المصطلحات التي تساهم في تأجيج هذه الأزمة. بالنسبة لمالي وحسب السلطات يعني التي ساقتها في الكثير من المؤتمرات الصحفية والإشحاطات للرأي العام الداخلي والدولي، أنها لجأت لهذه الخطوة كما يقال كره أخاك لا بطل، بسبب انسداد الأفق في هذه الأزمة، وبسبب أن مالي طلبت من الجزائر أن تقدم الأدلة
التي يعني تحدثت عنها بأن هذه الطائرة اخترقت الأجواء الجزائرية وأنها دخلت إلى العمق الجزائري، ولم تتلقى الحكومة المالية أي رد بحسب حديث السلطات المالية والمسؤولين الماليين. لم تتلقى أي رد من السلطات الجزائرية حول هذه المطالبات وحول هذه الإخطارات التي طالبت بها الحكومة المالية. وأيضا بسبب يعني انقطاع وقطع القنوات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين، لذلك لجأت مالي لهذه الخطوة بحسب السلطات، بالإضافة إلى أنه تريد أن تثبت هذا الحق. إذا كانت مالي معها حق، المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية ستحكم بذلك، ولديها الوسائل والإمكانيات لإثبات ذلك، هل الحق مع الجزائر أو مع مالي. بالإضافة إلى أن مالي تريد أن تحسم هذا الملف لأنه سبب لها أزمة كبيرة، يعني حتى أنه كان هناك تنسيق بين البلدين ولجان مشتركة عسكرية واستخباراتية وتنسيق كبير عبر الحدود، وسبب أزمة أيضا في المنطقة بصفة عامة، يعني حتى سبب توتر مع النيجر وبوركينا فاسو. لذلك هي حتى أنها خطوة تشاورية تمت بالتشاور مع دول الجوار مثل النيجر وبوركينا فاسو من أجل حسم هذا الملف، وخاصة أن النيجر وبوركينا فاسو كانت تريد أن تدخل وساطة في هذا المجال، ولكن نتيجة للجدل الكبير حول الأحقية مع من أعاقت هذا الموضوع وأعاقت حل هذه الأزمة بالوسائل السلمية أو بين الطرفين، وخاصة أنه حتى كانت هناك وساطات ومحاولات للوساطة من دول أخرى، دول الجوار مثل موريتانيا وغيرها من الدول يعني، ولكن كان هناك هذا التجاذب في التصريحات النارية بين البلدين والتصعيد حتى في الخطابات. لذلك لجأت مالي لهذه الخطوة من أجل إثبات هذا الحق. إذا كان معها الحق سوف تثبته محكمة العدل الدولية، وإذا كان الحق مع الجزائر أيضا يتم حسم هذا الملف نهائيا. حتى أكون منصفا مع الدكتور حسام حمزة في الجانب المقابل من الجزائر العاصمة. دكتور حسام حمزة، مالي مصر على أن الجزائر تعمدت إسقاط طائرتها المسيرة داخل أراضيها بهدف عرقلة عمليات القوات المالية ضد جماعات مسلحة، وتصر أيضا على أن ما حدث عمل عدائي من قبل الجزائر وانتهاك لمبدأ عدم اللجوء لاستخدام القوة. تقول أنها طلبت مرارا وتكرارا من السلطات الجزائرية تقديم أدلة على انتهاك الطائرة المسيرة المجال الجوي الجزائري، لكنها لم تتلقى أي رد. والسؤال: ما الذي حال دون مد السلطات المالية بهذه الإثباتات؟ أولا أنا أيضا بواجب الرد أيضا، ومع احترامي الشديد للأخ من مالي ولكل الأشقاء من مالي، ولكن الكلام الذي كان يقوله هو كلام فارغ. يعني عندما يتحدث عن السلوك العدائي من الجزائر تجاه مالي، يجب أن يتذكر بأن الطرف الذي بادر بالعدائية إزاء الآخر هو مالي وباماكو والنظام الانقلابي وليس الجزائر، لأن الذي بادر بمهاجمة الجزائر من على منبر الأمم المتحدة وقبل أن يصدر أي كلام من الجزائر كان الممثل المالي في الأمم المتحدة. ثم تكررت الخطوات التي تثبت بأن النظام الحاكم اليوم في باماكو ليست لديه أي نوايا ودية إزاء الجزائر منذ أن أعلن انسحابه من اتفاق الجزائر. ثم توالت البيانات العسكرية الصادرة عن المجلس الانقلابي التي تقول بأن الجزائر تدعم الإرهاب. يعني بربك، هل هناك تهمة أكبر من هذه؟ الجزائر تتهم الآن من طرف نظام فشل في مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل ولم يجد ما يبرر به فشله على أن يلصق هذه التهمة بالجزائر. حتى أجيبك بطريقة مباشرة أستاذ حكيم، نعم الجزائر أسقطت هذه الطائرة بطريقة عمدية ومعلنة، وهي تبنت هذا الفعل لأنها اخترقت السيادة أو المجال الجوي الجزائر بأقل من 2 كيلومتر في المرة الثالثة التي حدث فيها الاختراق، لأنه كان في اختراق أول في أوت 2024 واختراق ثاني في ديسمبر 2024 ثم الاختراق الثالث في أفريل 2025. ثم ليس هذه هي السابقة الأولى التي يقدم فيها عسكر مالي على انتهاك حدود الدول الأخرى. يجب أن نذكر أيضا بأنه كانت فيه أزمة مع موريتانيا أيضا بسبب إقدام عسكر مالي على اختراق الحدود البرية الموريتانية والذهاب باسم ملاحقة الإرهاب طبعا في المنطقة. طبعا هؤلاء يعتقدون بأنه ليس هناك من يحارب الإرهاب في المنطقة الآن عداهم، وبالتالي هم يعتقدون بأنه لديهم الحق المطلق في القيام بما يشاءون، وينسون أصلا بأنه الذي رفض أن يتحول الوضع في مالي إلى ما نراه اليوم
من فشل واحتمال حتى لفشل الدولة المالية كان الجزائر، لأنه الذي استدعى فرنسا واستدعى التدخل الأجنبي وكان سببا فيما آلت إليه الأمور اليوم في منطقة الساحل هو مالي. هي الدولة المالية، حتى نكون صرحاء، أعرف بأنه ليس هذا النظام، ولكن الدولة المالية، وفي الأخير نحن نتعامل مع دولة إن لم يريد أن نتحدث عن النظام، وكانت الجزائر هي التي رفضت هذا الوضع. وبالتالي فإنه اليوم الذي يريد أن يحمل مسؤولية ما يحصل في المنطقة ويعطي لنفسه شرعية محاسبة الآخرين في الحقيقة كان سببا من الأسباب المباشرة التي أوجدت الإرهاب وأوجدت هذه الحالة من الانفلات في المنطقة. ثم هو أيضا داس على اتفاق الجزائر لسنة 2015 الذي وقعت عليه أطراف تتهم اليوم من طرف هذا النظام أيضا بأنها إرهابية. يعني تخيل بأن طرف يتفاوض مع طرف ويتفق معه على مجموعة من الإجراءات لضمان السلم والأمن في شمال مالي، ثم يأتي وينقلب بعد 7 سنوات أو 8 سنوات ويقول له لا أنت إرهاب ويجب أن نحاربك. بمعنى عودة مرة أخرى إلى نقطة الصفر، عودة مرة أخرى إلى الأسلوب الذي ثبت بأنه فاشل. لأنه اليوم سأختم بهذا أستاذ حكيم، الأسلوب المتبع من طرف النظام الحاكم في باماكو اليوم هو أسلوب مجرب وأسلوب ثبت بأنه فاشل، وبأنه سيدورون ويعودون مرة أخرى ويتأكدوا بأن الحل هو المقاربة الجزائرية لا هذه المقاربة العسكرية. طيب، وسيجيبك سيد محمد ويس المهري. لك أن تعقب أيضا على ما ذهب إليه الدكتور حسام حمزة، ولكن وددت أن أسألك أيضا، المدافعون عن الجزائر اليوم إزاء هذه الدعوة القضائية التي ترفعها مالي يعتبرون أنه لا شيء يبرر هذا التصعيد، خاصة أن الجزائر كما ذكر ضيفي كانت أعلنت بوضوح وبدقة أيضا في وقت سابق، أعلنت لمالي وللجميع ولكل من يهمه الأمر أن جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث، موضوع هذه الأزمة، موضوع هذا الخلاف، متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، لا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح وفق السلطات الجزائرية انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كيلومتر بالتحديد في الدقيقة 8 بعد منتصف الليل، بمعنى أن الجزائر لديها كل الحجج حتى تدفع بموقفها. لماذا تغامر اليوم مالي بهذا التصعيد وما غايتها من وراءه؟ نعم، أنا يجب أن أعقب على كلام الضيف. يعني أنا لا أتبنى موقف ضد الجزائر، وبالعكس أتمنى أن تنتهي هذه الأزمة، لأنها لا مصلحة للجزائر ولا لمالي باستمرار هذا الخلاف. يعني ولم أصف ما فعلته الجزائر بأنه سلوك عدائي. نحن هنا نحلل الموقف ونتبنى وجهة النظر الجانب الآخر، يعني ويجب أن نبتعد عن السفسطائية في الطرح. يعني نحلل الموضوع ونحلل القضية المطروحة هنا. فطبعا الحكومة المالية والسلطات المالية، وخاصة بعد لقاءات كثيرة يعني وتواصل كبير مع بعض المسؤولين الماليين، نقطة الخلاف عبروا عن ذلك كما تحدث الضيف عن اتفاق الجزائر للسلام. نقطة الخلاف الأساسية لدى الجزائر ومالي هي حول هذا الاتفاق. مالي لم تنسحب هي في البداية من هذا الاتفاق الذي رعته الجزائر والمجتمع الدولي، ولكن عندما أخلت الأطراف الأخرى التي كانت متواجدة في هذا الاتفاق، وهي الحركات الأزوادية المسلحة والتي قامت بمهاجمة المعسكرات المالية في نهاية 2023 وبداية 2024، عندما أرادت الحكومة المالية والجيش المالي استلام المعسكرات التي كانت تخرج منها القوات الأممية التابعة للأمم المتحدة، وهو بند من بنود اتفاق الجزائر. عندما تم خرق هذا الاتفاق والاشتباكات وعودة الصراع من جديد، الحكومة المالية قالت أنها لم تعد معنية بهذا الاتفاق، وأنها تبحث عن مقاربة داخلية للسلام بين هذه الأطراف، بين أبناء البلد الواحد، بعيدا عن أي وساطة سواء من أي بلد أو الأمم المتحدة أو الدول الأخرى. بالنسبة لهذه الخطوة التصعيدية، المسؤولين الماليين تحدثوا كثيرا بأن هذه الطائرة وأنهم السبب الذي يعني جعلهم يعتبرون أن هذا السلوك أنه سلوك عدائي هو بسبب أن هذه الطائرة لم تكن تريد أن تستهدف الجزائر، حتى لو سلمنا جدلا بأن هذه الطائرة خرقت الأجواء الجزائرية، ولكن معروف أن هذه الطائرات التي كانت على الحدود هي تنفذ عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة، بعض منها يتبع لتنظيمات جهادية
والعمليات العسكرية موجودة في هذه المنطقة، والجزائر على علم بذلك. السلطات المالية هذا المأخذ قالت أنها تأخذه على الجزائر، بأن هذه الطائرة تعرف الجزائر بأنها لم تكن تستهدف الأراضي الجزائرية ولم تكن لديها سلوك عدائي، أو أنها الطائرة هجومية سوف تهاجم مثلا الأراضي الجزائرية. لذلك وحتى أنه في العرف الدولي إسقاط طائرة لدولة ما قد يسبب في اندلاع صراع معين. تتذكرون عندما أسقطت كثير من الدول طائرات بعض الدول، ساهم ذلك في نشوب حرب أو صراع يعني بشكل كبير. وكان آخر ذلك عندما أسقطت تركيا الطائرة الروسية. تعرفون ما أدى إلى ذلك السلوك، يعني العلاقات بين الدولتين أدت إلى يعني تصعيد كبير، وانتهت بأن هذه الدول حلت هذه الأزمة وعملية إسقاط تلك الطائرة بطريقة دبلوماسية وبحوار، وهو الذي تريده مالي الآن مع الجزائر. تريد أن تحل هذه القضية بطريقة دبلوماسية وبطريقة قانونية بعيدا عن التصعيد، وخاصة أنه بعض الجهات في المنطقة تحاول أن تؤجج هذا الصراع وتستغل هذا الصراع، وخاصة أن هناك أطراف دخلت على هذه الأزمة وحاولت أن تؤجج هذا الصراع وتكبر وتضخم من هذه الأزمة التي هي ليست في مصلحة الجزائر ولا مصلحة مالي. من تقصد بهذه الأطراف سيد محمد دويس المهري باختصار؟ نعم، هناك خصوم للجزائر كثيرين، منهم المغرب ومنهم دول بعيدة الإمارات ودول كثيرة دخلت على خط هذه الأزمة وحاولت حتى أن تقدم بعض الدلائل وتحاول أن تؤجج في هذا المجال، وحاولت حتى أن تستفيد من الخلاف مع الجزائر. وكانت حتى الولايات المتحدة آخر المتداخلين في هذه الأزمة والداخلين في هذا الأمر، وقدمت عروض سخية جدا لمالي من أجل ربط العلاقات. مؤكد هذا الأمر رسميا الذي تتحدث عنه سيد محمد دويس المهري، منها تأويلات فقط واستنتاجات؟ نعم، مؤكد هذا الأمر منها تأويلات واستنتاجات لا أكثر ولا أقل الذي قلته الآن؟ لأنه مؤكد هناك مباحثات حدثت مع هذه الدول وخاصة مع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وعرضت هذه الدول تقديم المساعدة لمالي في هذا المجال، وحتى أنها قدمت بعض الحديث حول هذا الموضوع من أجل الاستفادة من هذا العهد على الراوي، لأنه ليست لدي تأكيدات أنا بهذا الشأن. أود أن أسأل ضيفي بأنك تحدثت أيضا على هذه الوساطات التي فشلت من أجل رأب الصدع ما بين مالي والجزائر. أود أن أسأل عن لاعب أساسي في المنطقة، أين روسيا من هذه الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر وما موقفها منها؟ أطرح هذا السؤال دكتور حسام حمزة بعد أن رصدنا مؤخرا تصريحا لافتا للمسؤول الروسي ألكسندر إيفانوف مدير اتحاد الضباط للأمن الدولي، اتهم فيها موريتانيا أولا بأنها بلد عبور أسلحة أوكرانية نحو الساحل. موريتانيا نفت بشكل قاطع ذلك. وقال أيضا هذا المسؤول الأمني الروسي أنه تبين مؤخرا أن الطاقم الدبلوماسي الأوكراني في الجزائر يشرف على تسليم الطائرات المسيرة إلى جماعات مسلحة في إفريقيا. ما تعليقك على ذلك؟ وأولا أنا أحيي في الضيف المنطق الذي يعتمده، وأنا أيضا أتبنى الطرح الذي يقوله، ولكن للأسف المجلس الحاكم في مالي لا يفكر بهذه الطريقة. يعني في الوقت الذي كان فيه الرئيس الجزائري هنا عبد المجيد تبون يقول بأن الجزائر مستعدة لبناء سكة حديدية للربط بين مالي وتمراست يعني ومناطق أخرى في الساحل حتى مع النيجر، وجدنا بأن مالي رفعت دعوة قضائية ضد الجزائر في لاهاي. فأعتقد بأن هذا الحادث أو هذا الشاهد يثبت من الذي يبحث عن العداء ومن الذي يريد أن يهدئ من الأوضاع. لا علينا. الآن بالعودة إلى سؤالك أستاذ حكيم، أنا أعتقد بأن روسيا موجودة في منطقة الساحل لتصفية حساباتها مع الدول الغربية، مع فرنسا، مع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ليست لديها نوايا حسب تحليلي وحسب ما نراه نوايا سيئة إزاء الجزائر، ولكن حتى مع هذا أنا أعتقد بأن الدور الذي تؤديه روسيا اليوم في المنطقة هو دور سلبي. يجب أن نقول هذا بصراحة، لأن الأفريكا كوربس الموجودة اليوم في مالي والتي تقاتل مع الجيش المالي ترتكب عدة أخطاء وترتكب عدة جرائم تساهم في تأجيج الوضع لا في تهدئته، تساهم في تأزيم الوضع أمنيا في الشمال وبين الأزواد والجيش المالي وباماكو، ولا تساهم في التهدئة.
وبالتالي فإن المقاربة للأسف المعتمدة الآن من أجل تصفية حساباتها مع دول غربية أصبحت مقاربة تؤذي مالي قبل شيء، وهذا حسب تحليلي، وتؤذي أيضا الجزائر باعتبارها معنية مباشرة بما يحصل في المنطقة. طيب انتهى. الآن ما تحدث عن باختصار شديد دكتور حسام حمزة لأن الوقت انتهى، باختصار شديد لو سمحت. الآن نعم، أعتقد بأنه لا يمكننا التأكد مما جاء على لسان المحلل الروسي، لأنه نحن في خضم حرب، وفي الحرب الخاسر الأول هو الحقيقة. أعتقد بأن التعليق على هذا يجب أن يكون حين نتأكد من الأمر، لا أن يكون الآن. طيب باختصار شديد سيد محمد ويس المهري، ما موقف روسيا التي لديها مصالح وثيقة أيضا مع الجزائر من هذه الأزمة مع مالي، ومع من تصطف في هذه المرحلة باختصار لو سمحت؟ نعم، بالنسبة لروسيا أنا أتفق مع الضيف من الجزائر أنه دورها سلبي، كان حتى يتوقع الكثير من الرأي العام وحتى دول الساحل أن تتدخل روسيا في هذه الأزمة وتقوم بوساطة، وكانت هناك وساطة مرتقبة لكن يبدو أنها يعني غير موجودة أو أنه تم إلغائها أو تأجيلها، لأن الجزائر هي صديق لروسيا ومالي حليف أيضا وصديقة لروسيا، وكانت يمكن أن تحل هذه الأزمة أو تقرب وجهات النظر. وحتى أن البعض ذهب إلى أن بعض المراقبين ذهب إلى أن روسيا مستفيدة من هذه الأزمة، لأنها هناك مشاريع للغاز في المنطقة كانت تنفذها الجزائر مع دول الساحل وتعرقلت بسبب هذه الأزمة أو يتم التشويش عليها بهذه الأزمة، وروسيا مستفيدة لأن هذه المشاريع كانت تريد أن تزود أوروبا بالغاز وتغطي على الغاز الروسي الذي كان يزود أوروبا. وتتحدث هذه المراقبون والكثير من الجهات على هذه النظرية، أن هناك نظرية مؤامرة في هذه الأزمة وأن هناك جهات مستفيدة من هذه الأزمة ومنها روسيا. كل الشكر، كل الشكر الجزيل لكم من الجزائر العاصمة دكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للعلوم السياسية في الجزائر، ومن باماكو سيد محمد ويس المهري الكاتب الصحفي والباحث المختص في قضايا الساحل الإفريقي. كنتم معنا في فقرة وجها